والبحرية والبرية، إضافة إلى قوة شبه عسكرية تحت سيطرة وزارة الداخلية هي قوات الأمن المركزي وتبلغ 250 ألف عنصر. كما توجد قوات الحرس الجمهوري وحرس الحدود تحت سيطرة وزارة الدفاع. وزارة الدفاع هي القيادة العليا للقوات المسلحة، والقائد الأعلى هو الرئيس حسني مبارك، والقائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان هو الفريق سامي حافظ عنان. تأسس الجيش المصري الحديث في فترة حكم محمد علي باشا عام 1820. تمت الاستعانة حينها بالقائد الفرنسي سليمان باشا الفرنساوي لتأسيس الجيش الذي صار أحد أقوى جيوش المنطقة في فترة وجيزة. تشكل القوات الجوية المصرية القوة الأهم، وهي حاليا الأكبر حجما في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي في المركز الثاني بعد إسرائيل تكنولوجيا. وتصنع مصر طائرة التدريب القتالي المتطور K8E صينية الأصل بترخيص تصنيع محلي يصل إلى نسبة 90%. وتملك مصر أكبر قوات بحرية في أفريقيا والشرق الأوسط، وينسب إلى عضو في الكنيسة الإسرائيلي قوله إن الأسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من نظيره الإسرائيلي. وتقدر القوات المصرية ب450 ألف مقاتل ومليون من جنود الاحتياط، وهو أكبر جيش بري في أفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ ثورة الضباط الأحرار عام 1952 تولى منصب الرئاسة في مصر 4 رؤساء ينتسبون جميعهم إلى المؤسسة العسكرية. ميساء أقبيق، العربية.